السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتكم أكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة الدوناتس الجميلة جدا، كل الأطفال بتحبها. أبسط المكونات وكمان أبسط الزينة ليها، شوكولاتة عادية جدا وشوكولاتة فرماسة. حتى ما استخدمش المرة دي شوكولاتة بيضة ولا أي حاجة، يعني أقل تكاليف هتقدري تفرحي أولادك. هنبتدي ونقول بسم الله. نبتدي معانا بالمقادير. أول حاجة أنا معايا 4 كوبايات ونص من الدقيق، عليهم 3 معالق من السكر. طبعا الخميرة الاول على جنب، عملت طبعا كيس خميرة مع معلقة سكر ومية دافية. اتأكد ان الخميرة بتاعتي شغالة وكويسة جدا ونشطة. على ما الخميرة تبتدي تفور كنت انا بقى جهزت الدقيق، زي ما قلنا 4 كوبايات ونص من الدقيق. طبعا الكمية براحتك، يعني انتي بتستخدمي الكمية زي ما حضرتك حابة، زي ما عاوزة تكون ايه الكمية. الدقيق وعليه نص كيس كيك شيف، يعني محسن كيك. واستخدمت رشة من الملح، استخدمت فانيليا، واستخدمت بيضتين. طبعا الفانيليا لازم عشان البيضتين والزفارة. مكونات سهلة خالص. عجنت بقى الكلام ده كله مع بعض. انا عجنت بمية لان انا استخدمت علبة زبادي، علبة كبيرة 180 جرام. ممكن تعجني بلبن دافي وتستغني عن المية وعن الزبادي، مفيش مشكلة، براحتك خالص. العجينة سهلة. طبعا نص كوباية من الزبدة ده اساسي فيها. العجينة سهلة خالص. لو مش متوفر زبدة ممكن تستخدمي زيت، لكن يفضل الزبدة، بتدي نتائج افضل في المعجنات. هنعجن بقى العجينة بتاعتنا مع بعض كده. هي سهلة، مش صعبة، بس زي ما اتفقنا ان في كل المعجنات والمخبوزات هي اهم مرحلة، هي مرحلة العجن، هي اللي بتديني النتيجة المرضية في الاخر. عجنت بقى العجينة ولمت بسرعة، لان طبعا فيها كمان زبدة، والبيض مديها ما شاء الله، يعني هيديكي معاها هشان حلو قوي. انا كمان مستخدمة زبادي. فالعجينة زي ما احنا شايفين خلصت. هتبليها بقى كده بزيت او بزبدة، وهتسيبيها لما تخمر. طبعا بما ان الخميرة ناجحة واحنا متأكدين منها، فمش هتاخد وقت كبير معانا على ما تخمر، يعني نص ساعة، ساعة الا ربع ساعة بالكتير، وبتكون العجينة معانا جاهزة. هنقسمها بقى لكرات زي ما احنا شايفين، علشان تسهل بس معاكي الدنيا، ما تكونش كبيرة قوي. قسمناها لكرات وبعدين فردناها بالنشابة عادي جدا. السمك بيكون يعني سنتي، بيبقى سمك حلو، او في ناس بتحب نص سنتي، بس انا بحبها يعني مرتفعة، وهي مع بتخمر كمان فبترتفع معاكي اكتر. مع لو في قطاعة بقى للدونتس بتسهل عليكي الدنيا. لو مش متوفر قطاعة حبيت اوريكي، ممكن تعمليها بأي حاجة، بغطا، بأي حاجة، اي حاجة تكون تسهل معاكي القطع، وهتقطع عادي. وبالنسبة بقى للدايرة اللي في النص الدونتس، ممكن ازازة، وبالغطا كده بتاع الازازة هتبتدي هتبليها بالدقيق وهتخرمي عادي في النص، مفيش اي مشكلة. هتديكي في النهاية الشكل المظبوط. اهم حاجة ان انتي تظبطي الدايرة في النص. خلصنا كده بقى وسبناها ارتاحت شوية وخمرت كده واخدت حقها. على الزيت بقى، عندنا بقى زيت غزير، وهنبتدي نحمر الدوناتس مش بتاخد وقت، يعني كل جهة مش بتاخد حاجة، دقيقة دقيقتين، يعني لازم تكوني منتبهة ليها عشان اللون ما يغمقش على كل جهة. خلص بقى معانا كده. طبعا كنا مجهزين صوص الشوكولاتة من قبلها، ونستنى بس عليها تبرد علشان صوص الشوكولاتة يبقى متوزع عليها كويس، ما يسيبش منها. لما برد الدونتس بدأنا بقى ايه، ان احنا نزينه بالشوكولاتة. يفضل تصفيه على شبكة او حاجة عشان ما يكونش فيه زيت. خلاص تمام كده خلص. بدأنا بقى بصوص الشوكولاتة، زيناها، وشوكولاتة الفرماسا. ولو انتي عايزة شوكولاتة بيضة، الوان صناعية بتلوني بيها الشوكولاتة البيضة، براحتك، يعني الزينة دي ترجعلك. تمام. شايفين بقى هشة معانا وطرية ازاي، ومن جوه عاملة ازاي، لونها طراوتها كانت حلوة جدا، طرية. الزبادي مع البيض ده هيشان وطراوة، كانت زي القط، حلوة وهشة جدا، وطعمها كان جميل. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة. استنوا كل جديد من قناتكم أكلة ماما.